السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا في بدايه القناه بتاعتي من حوالي سنه ونص كده عملت فيديو اسمه ايه؟ قانون هيغير حياتك. انا كنت مجتهده فيه اجتهاد شخصي، واتضح اني كلامي صح تماما. اولا انا بشكر كل الناس اللي دعموني بالاشتراك في القناه، واتمنى الناس اللي لسه ما اشتركوش في القناه يشرفوني ويدعموني بالاشتراك واعمل لايك لاي فيديو يكون بيعجبهم. النهارده موضوعنا ازاي تطور حياتك. مفيش حاجه اسمها خلاص. لو عندك حتى قدي كده 50 سنه مفيش حاجه اسمها خلاص. حياتنا في كل مرحله من العمر محتاجه مننا تطوير، فلترة، إزالة وإضافة، علشان تفضل عايش لآخر وقت وإنت مستمتع بالحياة دي وعطياك مشاعر إيجابية لحياتك. تمام؟ لو هنيجي نتكلم عن أول حاجة، ركز معايا. كل اللي أنا هقوله ده مش بالترتيب اللي أنا هقوله، أنت اختار وسيستم حياتك، بس حط فيها العناصر اللي انا هقولها دي. ركز معايا. ممارسه الرياضه. هتقولوا لي يا حبيبتي هو احنا ما عندناش نادي؟ والله بص، عايز تمارس رياضه هتمارسها ولو في البيت، والنت مليان، اليوتيوب مليان فيديوهات ازاي تعمل رياضه. انزل امشي، اجري على البحر او في اي مكان حسب المدينه اللي انت فيها. لو ما فيش بحر في اماكن تانية هتلاقي ناس بتمارس رياضه المشي او رياضه الجري. مفيش اعاقه في ان انا امارس الرياضه لو تعرف تاثيرها ايه. تاثيرها مش بس على المستوى النفسي او البدني جسمك، ده حتى على المستوى الاجتماعي والتواصل الاجتماعي مع الناس. الرياضه ان شاء الله يا رب بتكفيك شر امراض كتير جدا، زي مرض السكر، امراض القلب، الشرايين، الوقايه من السمنه التي يعني ممكن هي تؤدي لحدوث بعيد الشر السكتات الدماغيه. وانا عامله فيديو عن الرجيم. اعمل رجيم لنفسك، اعمل رجيم. الشعور ان الواحد كده جسمه فيه نوع من الرشاقه بيديك شعور بالثقه بالنفس، وبيعزز احساسك بالسعاده والقوه في انك تتحرك في حياتك وتحس ان انت خفيف. يعني ممكن تعمل حاجات، انا مش عايزه بس مش عايزه افول يعني السكتات الدماغيه والكلام ده. على المستوى الاجتماعي ممارسه الرياضه دي، وخصوصا لو انت بتأديها بشكل يومي بره، بتخليك انك تتعرف على ناس جديده في حياتك. ده مهم جدا، بيقلل من شعورنا بالوحده، خصوصا في سننا ده، في السن بتاعنا ده. والله في شباب وعندهم شعور بالوحده، فده بيعزز العلاقات الاجتماعيه. الحاجه التانيه اللي هتكلم عنها اداره الوقت. الحاجه دي، الوقت ده بالذات لما بيتسرق كل لحظه بتعدي هي بتتسرق، هي بتضيع، وممكن ما تضيعش وتبقى حياه كامله لينا. اذا فرغت فانصب. اعمل وقتك ده هدفك، ازاي تستثمره. اداره الوقت دي، عارفين احنا حياتنا كلها ضغوط وتوتر. انت لو انت خططت ليومك هتقضيه ازاي ال 24 ساعه دول، هيقلل اولا من الضغط والتوتر، لان احساسك انك نظمت، انا ورايا 1 2 3 واخدت الاولويات وعملت. بيخليك تقدر تحل مشاكلك، تواجهها، ما تهربش منها، وده بيخليك تتجنب الضغوط. تمام؟ وسهل خالص انك هتدير وقتك ازاي. انا النهارده احنا بالليل خالص، الساعه 2:19 بالليل. انا بكره ان شاء الله لو ربنا حيانا وعطانا العمر عندي 1 2 3 4 عايزه اعملهم. بمسك ورقه وقلم وبقعد بنظم وبكتب. والجميل جدا بقى تخلي الورقه دي قدامك كده على الحيط او على المكتب، وكل ما تنجز حاجه علم عليها، بيديك شعور كده وحافز انا انجزت. تيجي تنام اخر اليوم كده تحس انك عملت اللي عليك، ده هيقلل من الضغوط اللي عليك. مش عارف تنظم وقتك، في فيديوهات كتير جدا تعلمك ازاي تنظم وقتك. اياك وقتك يتسرق منك. حياتي مش هتتطور الا لو طورت شخصيتي. طب اطور شخصيتي ازاي؟ احنا بالنسبه لنا جيلنا يعني كنا زمان الكتاب ده حاجه
ادمان كان بالنسبه لي. لو انا مروحه البيت شاريه كتاب جديد انا معايا الدنيا كلها. حتى واحنا في البحر كنت فقر يعني كان كل العيال ينزلوا يعوموا وانا ماسكه الكتاب بتاعي وقاعده اقرا. بتعملوه ازاي يعني؟ لكن خصص وقت انك تقرا. ولما تجيب كتاب ما تجيبش كتاب محتاج منك تركيز عالي وجهد كبير، هات كتاب كده خفيف لازم هيعمل لك اضافه. انا بعتبر الكتاب ده نافذه والله العظيم 3 بتفتح على عالم تاني، بتغوص فيه، لازم تطلع منه مختلف. ما معكش تشتري كتب في مكتبات عامه، ما عنديش وقت اروح مكتبات عامه، النت ما خلاش، ادخل على جوجل واعمل سيرش عن الموضوع اللي انت عايزه. لعبه الفراعنه مثلا من الموضوعات اللي انا بموت عليها، قصص الجواسيس مثلا، ايه قصص الناس اللي اشتهرت وبقت معاها فلوس كتير. اقرا ولو تخصص بس ربع ساعه في اليوم، اقرا كل يوم. ضيف لنفسك معلومه ان شاء الله يا رب. ازاي تاكل بالشوكه والسكينه، ازاي نوع فاكهه معين انت بتشوفه في السوق ما اكلتوش، افتح عليه وشوف، افتح اشتري سمرايه واحده، اعرف عاصمه بلد معينه. الكلام ده بينشطك، بيحسسك انك في عالم واسع، بيكسر عندك الشعور، بيطورك، بيخلي طموحك مختلف. حتى لو اتعلمت كلمه في القاموس، كلمه من لغه تانيه. الحاجه اللي بعد كده فكر بشكل ايجابي. يعني انت لو فكرت بشكل سلبي هيحصل ايه؟ تقعد بقى تتعب بقى ويكوم عليك الهم وتتنكز وتضرب النسوان بقى والستات يربطوا في راسهم ويقعدوا بقى. لا، ده انا لازم افكر بشكل ايجابي. كل ما تسود اكتر افكر بشكل ايجابي. ازاي؟ شوف الحلو في الموضوع يا اخي. مفيش حاجه بتحصل ما فيهاش حاجه حلوه. قلل من شعورك بالسلبيه عشان تقدر تتعاطى مع الموقف بشكل يديك قوه انك تقدر تواجهه. مفيش يعني التفكير السلبي مش هيجيب معاك اي نتيجه. احلى حاجه بقى ممكن تتعمل ان انا اغذي عقلي. احط 100 يوم، قول يعني بمثابه 3 شهور كده و10 ايام، اغذي دماغي بافكار. والافكار دي المصيبه اللي ممكن تضيع حياتنا، او الكنز اللي يغير حياتنا. خد بالك، سلوكك وكل تصرفاتك وافعالك نتيجه فكره في دماغك. وانا عامله فيديوهات عن الكلام ده، يا ريت تتصفحوا فيديوهات القناه وشوفوا الفكر ممكن يعمل ايه. ده هو مصدر او سر الطاقه الايجابيه، الفكره اللي مسيطره عليك. حط صور وخيالات من الواقع اللي انت نفسك تحققه وتوصل ليه. تخيل انا عايزه ابقى غني وبتشتغل على مشروع مثلا، تخيل نفسك بقى اشتريت الفيلا والعربيه واتجوزت او جبت لعيالك احلى حاجه انت عايزها. غذي عقلك بده، بيديك قدره انك توصل لهدفك لن تتخيلها. وهنا انا مش عايزه اتكلم عن قانون الجذب. قانون الجذب ما بيشتغلش الا لو المخ، العقل ده فهم ان اوكي حصل بالفعل. لكن طول ما انت بتقول لنفسك هيحصل، العقل على جنب بقى، مفيش قانون جذب هيحصل. لكن لما انت تعيش مع نفسك كده انه حصل، العقل بيتعامل مع الموقف على انه اوريدي حصل، انا اوريدي بقيت غني، بيبتدي يتعاطى مع الموقف ويوسع لك افكار وانطلاقات كتير. وهعمل لكم ان شاء الله فيديو عن قانون الجذب. احنا كده خلصنا كلامنا. انا قلته بشكل موجز، لكن صدقوني لو انتوا قعدتوا تفحصتوا في كلامي هتلاقوا ان كل حاجه فيهم ممكن تغير حياتك 360 درجه. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ومتشكره جدا لاستماعكم ليا. السلام عليكم.